السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزة اقول لكم تعالوا معايا بسرعة على المطبخ، لان الفيديو ده مهم جدا 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 ليكي وليا ولاصحابك ولاخواتك ولكل واحدة عندها اطفال. اعملوا لهم بقى منشن عشان يتفرجوا على الفيديو ده، لانه مهم جدا وموفر جدا، وكل الاطفال بتطلبه، حتى الكبار بيطلبوه، ولكن سعره بقى رهيب بره. تعالوا نعمل مع بعض سندوتشات الزنجر يا بنات. بس يلا سموا بسم الله وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وهاتي ربع فرخه، يعني الصدر الاولاني من الفرخه، صدر واحد بس يا جماعه، مش هناخد الجنبين، هناخد جنب واحد. وشوفي هيعمل معاكي كميه قد ايه. تعالي قطعيها كده صوابع كده او شرايح زي ما بتقطعيها، وخليها متوسطه، ولا تخينه ولا رفيعه. وساعات بتيجي معايا عشان كانت السكينه رفيعه، واحده تخينه واحده رفيعه، ولكن عايزه اقول لك ان النتيجه طلعت هايله هايله هايله. السندوتش ده دلوقتي بره بقى ثمنه باهظ جدا جدا جدا، واحنا معلش يعني اللي عندها 3 4 عيال مش هتقدر تجيب له كل واحد سندوتشين 3، معلش يعني. المهم جبنا هنا شويه ميه بصل على شويه توابل. ايه هي التوابل؟ توم باودر، بصل باودر، ملح، بهارات فراخ، كركم. بس ادي كل الحكايه، من كل حاجه معلقه. تمام كده حبايبي، ونقلبهم مع بعض كويس جدا جدا جدا. قلبيهم بقى بايديكي، معلش يعني النبي عربي، قلبيهم بايديكي علشان البصل ما يكتلش منك، وفي نفس الوقت البصل والثوم يديكي طعم وريحه حلوه قوي قوي. ماشي. المهم هاتي بقى الفراخ بتاعتك وحطيها في قلب التتبيله دي، وتبقي ست مية مية، وشاطره جدا لو بيتيها في التلاجة على هذا النظام. بس كده وسيبيها، هتاكلي احلى زنجر في حياتك، ولا عمرك هتشتريه تاني من بره ابدا، ولا تكلفي نفسك، ولا يعني بصي تقهري نفسك على المصاريف اللي بره. هاتي كوبايه دي وعليها نص كيس بيكنج باودر او معلقه بيكنج باودر لو مش هتعرفي تقدري الموضوع، وقلبيهم. ونفس التوابل اللي احنا حطيناها في مع ميه البصل هنحطها هنا، كركم وتوم باودر وبصل باودر وشويه بهارات فراخ وشويه ملح، بالاضافه ان احنا هنزود هنا بس شويه كمون. تمام كده. خليكي معايا وركزي. احلى يعني زنجر هتاكليه، وتكلفه البهارات اللي فيه مش عاليه خالص، حاجه بسيطه جدا جدا. وهنقسم الكميه الدقيق على طبقين. تمام كده. ادي كده بعد ما الزنجر بتاعنا اتبل، انا كنت مبيتاه في التلاجة. تعالي بقى نحطه في الدقيق زي ما انت شايفه كده، وتعملوا له حته كفر بالدقيق وتضغطي عليه علشان ما تكونش فيه حته عريانه من الدقيق. انت فاهماني؟ انا بكلمك بالبلدي اهو. اضغطي على الكفر بالدقيق كويس جدا 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 اهو. كل واحده بحطها زي ما انتم شايفين كده يا بنات، بقلبها في الدقيق كويس وبضغط عليها بحيث ان تعمل كفر معايا كويس قوي قوي. على فكره الموضوع ده سهل وبسيط جدا جدا جدا، وكلنا بنحب الزنجر يعني. مفيش بيت دلوقتي ما بيستغنى عنه. تمام كده حبايبي، وهينفعك في حاجات كتيره قوي قوي. هنا بقى عندنا كوبايه من اللبن زي ما انت شايفه كده، بطلع من الدقيق على اللبن، بطلع من الدقيق زي ما انت شايفه كده على اللبن. شايفه هنا اهو. ماشي. تعالي بقى هنطلع من اللبن فين؟ على طبق الدقيق التاني. انت ليه عملتي طبقين؟ دي ما ممكن تعملي واحد، لا كده افضل لك، لان في طبقه اللي هي بتطلع من اللبن دي ممكن تعمل شويه تكتلات كده، بدل ما تقعدي تنفضي في الدقيق كله. لا خلينا طبق كده وطبق كده، وده كان احسن لك. وهنرجع تاني الكفر ده تاني للبن، ومن اللبن على الطبق الاولاني بتاع الدقيق، وهكذا. وهنعمل الحركه دي 3 4 مرات، من اللبن للدقيق ومن الدقيق للبن. وخليكي معايا كده ركزي. ليه؟ لان احنا عايزين كفر جامد جدا جدا جدا، هيعمل لك طعم وقرمشه رهيبه. السندوتشات دي هتنفعك بقى في النادي، تنفعك في معلش في مدرسه، تنفعك في خروجه، تنفعك في سحور، في فطار، في عشاء، في حاجات كده. بصي يعني هي شغاله في كل وقت ولله الحمد. ماشي. هنا كنا مسخنين طاسه الزيت زي ما انت شايفه كده، وبعد ما الزيت بتاعك يسخن لما تحطي زنجر، انا حطيت حته صغيره عشان اشوف مدى سخونيه الزيت. تمام كده حبيبتي. تعالي بقى نوطي عليه، خلي نارك هاديه كده عشان يطلع منك ذهبي ويستوي من جوه. بصي بقى مقرمش ورهيب ازاي. بص اهي دي وقعت، حتى اللي وقعت دي ما اتكسرتش ازاي. دي لو الكفر بتاعها مش ماسك نفسه كان زمانها اتقطمت منك. عايزه اقول لك ان بص الخروشه بتاعته، كان نفسي اسمعك الخروشه بتاعته عامله ازاي. هنقلي الكميه كلها، واللي هيفيض مننا هغطيه في العلبه، احطه في علبه بلاستيك واحطه في الفريزر، مش هيجرى له اي حاجه. ممكن تتبليه وتحطيه في الفريزر يقعد معاك. بص بقى انا بخبط لك عليه ازاي عشان تشوفي ان هو الكفر بتاعه سليم 100%. هاتي بقى فينو، هاتي عيش زي ما تحبي تحطيه يعني فيه. ماشي. زي ما انت شايفه هي الواحده يعني، شوفي الصباع الواحد الصغنن ده، يعني ربع كيلو بانيه او صدر فرخه واحد هيعمل معاك الكميه دي وفاض معانا كمان. تمام. حطيت في كل سندوتش زي ما انت شايفه كده، في كل رغيف حطيت واحده بس، وادي الكميه. شوفي عندنا بسم الله ما شاء الله الله اكبر
تكبر. اللهم بارك، ربنا مبارك فيها ازاي. تعالي بقى شويه كاتشب، شويه مايونيز، عندك توميه، تمام. بصي الولاد مش هيبصوا عمرهم لسندوتشات بره، الله اعلم الايد نضيفه ولا مش نضيفه. الحاجه غاليه كده كده. بصي بقى انا عايزه اقول لك ان انت بجد مش هتحتاجي لاي مطعم بره تاني، ولادك هيدعوا لك وهيحبوا اكل البيت جدا جدا جدا، وانت هتوفري كتير قوي 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 في المصاريف. يعني بصباع واحد كده ممكن تديله سندوتشين وهو ماشي رايح العمليه مش هتبقى مكلفه بالنسبه لك، سواء رايح مدرسه، سواء رايح درس، رايح نادي بقى، رايح اي حته، او قاعد في البيت وانت مش مكسله تعملي حاجه. بصي الموضوع حلو قوي قوي قوي، ومش هتندمي فعلا انك عملتيه. لو عجبك الفيديو بتاعنا وحسيتي فعلا ان هو فايدك، اديني لايك واديني شير وادعي لي دعوه حلوه، واعملي منشن لصاحباتك ولكل اخواتك ولكل اصحابك وحبايبك، وقولوا له دي قناه منى زكريا، واللي مش هيتفرج عليها هيفوتوا كتير قوي قوي قوي. اتمنى ان انا اشوفكم على خير في الفيديو الجاي مع احلى سندوتشات واحلى اكلات من ايد منى زكريا.